بلو باص مصر، تطبيق محمله 50,000 مصري. لو مهتم بأخبار التطبيقات وعايز تعرف وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب، اشترك في القناة. بلو باص مصر تطبيق للرحلات، تقدر عن طريقه تسافر كل حتة في مصر عن طريق الشركة دي. للأسف الشديد الناس متفرقين أو منقسمين ما بين ناس بتقول التطبيق محترم جدا والباصات نظيفة جدا والخدمة مميزة جدا، وناس تانية بيقولوا الباصات ضعيفة جدا ومش كويسة خالص وأماكن كتيرة مش شغالة فيها. الفرق بين دول ودول ان دول لقيوا الخدمة في الاماكن مميزة وهم ساكنين في اماكن مميزة، فبلو باص بتخدم الاماكن دي اكتر من غيرها. والناس التانيين للاسف قاعدين في اماكن بعيدة شوية، فبلو باص مش بتخدمها لان مفيش كثافة سكانية في الاماكن ديت. فبلو باص بتشتغل على الاماكن اللي فيها كثافة سكانية اعلى ويبقى اكتر طلب عليها في التحميل او النزول. فللأسف الشديد لو بلو باص مصر اهتمت شوية الانتشار وان هي تطلع الباصات كلها نظيفة لكل الأماكن، مش باصات تعبانة الأماكن اللي هي بعيدة شوية أو الإقبال عليها قليل شوية، تقييمات التطبيق هيبقى أعلى من كده بكتير. لكن هو خدمة مميزة وأسعار كويسة. في يعني سوء تفاهم أو الناس متضايقة شوية إن مفيش عروض ومفيش تخفيضات ومفيش خصومات. حتى لو جالك عرض على التليفون بتاعك، فالعرض اللي جالك على التليفون بتاعك دوت بتلاقيه مش منتهي غالبا ومش شغال. بس غير كده التطبيق مميز، وإن شاء الله ممكن تتقدم الشركة لأنها بتقدم خدمة ناس كتير جدا محتاجاها. لو ما كنتش عارف التطبيق قبل كده وعرفته مني، شير ولايك وسبسكرايب، واكتب لنا في الكومنتات انت قريب والخدمة كويسة ولا انت بعيد والخدمة مش كويسة.